مساء الخير. احنا النهارده معانا من قناه صوت مصر بنذيع حلقه اسمها ايه اللي بيحصل. معانا الاستاذ سيد، هنساله ايه اللي بيحصل. احنا ده عنوان الحلقه يا استاذ سيد، ايه اللي بيحصل في ايه اللي بيحصل في التيك توك، ايه اللي بيحصل على اليوتيوب، ايه اللي بيحصل، ايه الاسفاف اللي احنا بنشوفه، كميه الحاجات اللي بتتعرض وملهاش اي هدف. يعني ناس عايزه اسمها ايه، تحشي قنوات وخلاص، بتنزل محتويات مش مظبوطه. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ هل استخدام اليوتيوب في الموضوع ده حاجه كويسه او دي حاجه سيئه؟ او احنا بنوجه الناس لفين؟ عايزين نروح بالناس لفين؟ او تفكير الناس يعني نوجهه ازاي؟ هو الاعلام ده دور مهم جدا في الحياه. فانا عايز حضرتك تقول لنا ايه رايك في الموضوع ده. والله اللي انا شايفه حضرتك ان يعني اغلبيه في الوقت الحالي ده كل حد ملوش شغلانه او عنده شغلانه وعايز يعني يضيع وقت، عامل قناه على اليوتيوب بتكسب، بتجيب فلوس، حاجات كتير. في ناس بتعمل فيديوهات هادفه. تمام. فيديوهات هادفه. تمام. معايا حضرتك كده؟ مع حضرتك. في ناس اللي هي بتعمل الفيديوهات الهادفه دي بتفيد ناس. تمام. لكن روتين ام بطه، روتين مدام رودي، روتين حاجات بص، اي هري واي حاجه وحاجات كده انا ما اعرفش. واغلبيه الناس دي انا ما اعرفش، يعني سوري يعني انا اسف، ازاي تسمح لمراتك او لاختك او بنتك اللي هي مثلا تعمل حاجه زي كده والناس كلها تشوفها؟ انت كده بتعرض اهل بيتك. اكيد. فدي برضو مشكله قائمه. كل راعي يعني الاخلاقيات عن رعيته. كل راعي مسؤول عن رعيته. بالظبط. انت فرحان اللي انت بتعمل قنوات وبتعمل مشاهده وبتعمل بتجيب اصدقاء ويعني وبتعمل مشتركين وكده. كل ده كده. انت بقى فين؟ يعني في ناس بتعمل فيديوهات مثلا اسلاميه، وفي ناس بتعمل فيديوهات هادفه اللي بتعرف مثلا في كذا يعني وفي ناس بتعمل معلومات عامه. انا اتعلمت السواقه. تمام. يعني بالظبط. ففي فيديو هادف وفيديو مش هادف. الله ينور عليك. يعني بالزبط. اللي بيتعمل على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، بقيه السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي والصور والحاجات دي. اتفضل. يعني المشاهد برضه يبقى اتفضل نوه عن اللي انت عايز تقوله. اتفضل. توك ده انا ما اعرفش، واحد يحط راجل طالع ويفضل يعمل حركات وابنه يعمل له حركات ومراته تيجي لما تروح مديها له على قفا. ايه ده يعني؟ هاري حاجات انا ما اعرفها. انا ما اعرفش انت ازاي تسمح لنفسك وتركب صوت واحده ست على مثلا واحد من فتره انا شفت واحد راجل شناب وبطل طالع الاغنيه بتاعت نانسي عجرم وعمال يعمل حركات كده. طب انت الناس دي تقول عليك انت ايه؟ اهبل. يعني موضوع مش مبدأ. يعني لازم يبقى عندك مبدأ حتى لو انت عايز تكسب فلوس. بالظبط. لازم يكون في مبادئ، في قواعد تفيد الناس وتقدم حاجات تفيد الناس. بالظبط. تمام. لكن حاجات انا والله يعني رأي حضرتك مش كل اللي بيقعد على السوشيال ميديا مفيد ده في كارثه كمان حضرتك. انت ممكن يكون برضو متابعها ومشاهد برضو عشان يبقى عارف. اتفضل. واحد طالع لسه من فتره في بلد اسمها البحيره. تمام. ناسها كويسين برضو. أكيد. يعني كل بلد فيها الحلو. اكيد طبعا، يا كل بلد فيها الحلو. عامل كميه فيديوهات. انا يعني بصراحه انت ازاي تسمح لنفسك اللي انت تعمل مثلا حاجه زي كده؟ اليوتيوب ده ناس كتير بتخش عليه. هو في ناس بتعمل فيديوهات سخريه من الناس. هو بيقول اللي انا بعمل فيديوهات هادفه ان هي من الحاجات اللي بتحصل في المجتمع، الخيانه الزوجيه يعني حاجات برضو ما ينفعش ان بلد زي مصر دي العرب والاوروبا يبصوا لنا ازاي. تمام. احنا متشكرين جدا طبعا، حضرتك فدتنا النهارده بافكارك علشان حلقتنا انتهت. احنا اسفين جدا، وان شاء الله تابعنا على اليوتيوب على قناه صوت مصر، وتعمل لنا سبسكرايب ولايك وتابعنا عشان تشوف الحلقه بتاعتك ان شاء الله هتنزل. متشكرين جدا. اتمنى لكم التوفيق يعني وربنا يوفقكم. شكرا. متشكرين جدا. شكرا.